الفيلم بيبدأ مع الضابط بول سنة 1999 وهو في دار مسنين، وأثناء فرجته على فيلم توب هات بيبدأ يبكي. فبتسأله زميلته في دار المسنين بيبكي ليه، وبيبدأ يشرح لها السبب. وبيقول لها إن هو سنة 1935 كان شغال مشرف على ضباط في سجن كولد ماونتن، وكان بول في الفترة دي بيعاني من مرض سيء في المثانة. وكان في لسه سجين جديد لسه جاي اسمه جون كوفي، وهو راجل اسود ضخم جسدي لكن عقله تحس ان هو متأخر شوية. وكان محكوم على جون بالإعدام بتهمة اغتصاب طفلتين. وفي الفترة دي كان في سجينين تانيين، واحد اسمه ادوارد دي لاكروي والآخر أرلين. الاتنين كان محكوم عليهم بالإعدام، وكان إيرلين هو أقرب واحد هيتنفذ عليه حكم الإعدام. تحت المشرف بول كان موجود الضابط بيرسي، وهو كان مريض عقليا نوعا ما لأن هو كان بيحب الشغلانة بتاعته جدا، يعني نفسه يتفرج على الناس وهي بتتعدم. كان حلم حياته إن هو يقوم بعملية إعدام بنفسه. طبعا الضباط كانوا ملاحظين كده بس ما كانوش يقدروا يتكلموا لأن عمته كانت مرات العمدة. وفعلا بيحضر بيرسي أول عملية إعدام ليه بس من بعيد عشان يشوف إزاي بتتم عملية الإعدام وكيفية التحكم في كرسي الكهرباء. بيسأل بيرسي الضابط ليه بنحط سفنجة مبلولة على راس السجين. بيوضح له الضابط إن ده بيوصل الكهرباء بسرعة للمخ، بيخلي السجين يموت بطريقة سريعة من غير ما يحس بالألم. بعدين بول بيسأل بيرسي هتمشي امتى من السجن وتروح وظيفة مكتبية أو إدارية تانية. بيرسي بيوضح له ان هو مش هيمشي من السجن قبل ما ينفذ عملية اعدام بنفسه. بعدين بول بيسمع صوت ضحك جاي من زنزانة ادوارد، فبيروح يشوف ايه اللي بيضحك وبيلاقيه سمى الفار بتاعه مستر جينجلز. بعدين مدير السجن هال بيبلغه ان في سجين جديد اسمه ويليام متهم بقتل 3 اشخاص وان هو بتاع مشاكل وبيسبب مشاكل كتير جدا. بعدين بيبدأ هال يتكلم مع بول بأريحية لأنهم أصحاب، وبيقول له عن إن مراته طلع عندها ورم خبيث ملهوش علاج. بعدين بول بيروح البيت، طبعا المرض اللي عنده في المثانة بيقوم عليه وبيشد عليه جامد. وتاني يوم بيبلغ مراته تحجز له عند الدكتور عشان يشوف ايه اللي عنده. بعدين بول بيروح السجن عشان يستقبل السجين ويليام، اللي أول ما بيخش السجن بيبدأ يضرب في الضباط وبيسبب مشاكل مع أول يوم لوصوله. بعدين الضابط بيجي ويضربه على راسه ويرميه في الزنزانة. بعدين بيروحوا يحكوا لبول اللي حصل، ولكن بعد ما يسيبوه بيمشوا الألم بيشتد على بول وبيفوق على صوت جون كوفي وهو بينده عليه. وجون بعدين بيسحب بول من الكرافتة بتاعته وبيقربه من الزنزانة وبيحط ايده على مكان الألم وبيبدأ فعلا الألم يختفي. بعدين بول بيروح بيته وهو سعيد جدا، وتاني يوم بيرجع السجن تاني وبيقدم لجون أكله وبيشكره. بعدين بنرجع لويليام ومشاكله واللي بيضطروا يحبسوه في غرفة حبس انفرادي لوحده عشان خاطر بيسبب لسه مشاكل. وبيجي ميعاد اعدام ادوارد وبيقولوا له ما تقلقش احنا هنخلي بالنا من الفار صاحبك. لكن فار مستر جينجلز بيجري وبيقابل بيرس اللي بيدوس عليه برجله، فادوارد بينهار بسبب موت الفار بتاعه. ولكن جون بينادي عليهم ويبدأ يمسك الفار وينفخ فيه، وبعدين الفار بيصحى تاني. وبعد ما اتفاجئوا وخلصوا بيروحوا البرس ويمسكوه يقولوا له كفايه مشاكل والا حتى مرات العمده قريبتك مش هتنقذك مننا، وعشان اخلص منك عمليه الاعدام اللي جايه انت اللي هتقوم بيها، بعد كده مش هشوف وشك تاني في السجن ده. وفعلا بيوافق على كده. لكن زي ما قلنا بيرس مريض عقلي، فبياخد الاسفنجة المبلولة وبيجففها تماما، واللي بتخلي عملية الاعدام تتم بأصعب وأسوأ طريقة ممكنة، واللي بينتج عنها احتراق جسم ادوارد بشكل كامل وبألم مفزع. بعدين كل الضباط بيعرفوا ان بيرس كان قاصد ان هو يعذبه، فبيضربوا بيرس، ولكن هل بيتدخل وبيقول لهم ما تنسوش ان عمته تبقى مرات العمدة. وتاني يوم بول ومراته بيزوروا هال وميليندا عشان يطمنوا عليها وعلى المرض اللي عندها لان حالتها لسه بتسوء. بعدين بيجمع فريق السجن بتاعه مع بيرس عنده في البيت وبيتفق معاهم انه يخرج جون كوفي يوديه البيت هال عشان يعالج مراته ميليندا من المرض الخبيث. وبيبدأ فعلا بتنفيذ الخطة عن طريق ان هو ينوم ويليام ويرمي بيرس في الحجز عشان محدش يبلغ عنه. وبيروح يحرر جون كوفي وبياخدوا البيت هال.
وبيفهمه انه معاه جون كوفي اللي يقدر يساعد مراته. وبالفعل جون كوفي بيقرب من مراته وبيبدأ يسحب منها المرض ويعالجها. وبعد ما يرجعوا السجن بيفتحوا باب الزنزانة على بيرس وبيقولوا خلاص كده كفاية عليك، يلا غور في داهية. ولكن بيرس وهو ماشي بيمسكوا جون كوفي وبينقله التعب اللي كان فيه، واللي بيخلي بيرس زي المنوم مغناطيسيا يروح عند الزنزانة بتاعت ويليام ويضربه بالنار. فبول بيستعجب، ولكن جون بينده عليه وبيقول له انا عاقبت الاتنين ببعض، تعالى اوريك هو عمل ايه وانا فعلا اقدر اوريك. ومسك ايده وبدأ بول يشوف فعلا ويليام عمله. وبيكتشف ان ويليام هو مغتصب الطفلتين اللي بسببه جون كوفي دخل السجن، لان جون كوفي كان بيحاول يعالجهم، ولكن اهل الطفلتين افتكروه هو اللي اغتصبهم وقتلهم. وبيتم التحقيق في قتل ويليام، لكن بيرس بيكون خلاص اتجنن تماما وانتقل لمستشفى الامراض العقليه. بعدين بول بيتاكد من براءه جون وبيروح يعرض عليه ان هو يهربه من السجن لانه مش عايز يقتل حد مظلوم. ولكن جون بيرفض وبيقول له الاحسن لي فعلا ان انا اموت لاني تعبت من الوحده والدنيا مظلمه وصعبه. فبول قال له طب في اي امنيه او اي حاجه تتمناها اقدر احققها لك قبل ما تموت. وجون كل اللي بيطلبه ان هو يتفرج على اي فيلم سينمائي قبل ما يموت لانه عمره ما اتفرج على واحد. وبيشغل له فعلا جون فيلم توب هات وبيتفرجوا عليه سوا. وتاني يوم كان موعد اعدام جون، واثناء الاعدام جون كوفي بيطلب من بول ان هو ما يغطيش وشه لان هو بيخاف من الضلمه. وبتتم عمليه الاعدام وبتكون دي هي نهايه القصه اللي بدأ يحكيها من الاول. وبيقول لزميلته ان ده كان اخر حكم اعدام ينفذه، وبعد كده طلب ينتقل كظابط في الاصلاحية. ولكن ايه اللي بتستغرب؟ بتقوله طب الاحداث دي كانت سنة 1939، انت ازاي لسه عايش لحد 1999؟ فقال لها ان اثناء ما كان جون بيعالجه هو ومستر جرينجلز نقل لهم سنة من قوته وبتخليهم يعيشوا فترة طويلة جدا. وهو مش عارف اذا كان ده عقاب ليه ولا حاجة كويسة، لان هو شاف حبايبه كلهم وقرايبه وهم بيموتوا، لكن هو ما ماتش لسه.